صعيبة 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 صعيبة. يانيس كورت يانيس يرجعكم مرة أخرى في المباراة، يانيس يخلينا في المباراة، يانيس وكأنه يبعث برسالة للجميع: ركزوا أمام المرمى، منتخب فرنسا ليس بالمنتخب السهل. كرة من جديد فرنسية في منطقة الجزاء والتدخل كرة ياسر مع إيليا زيدان. تعود الكرة من جديد للمنتخب الفرنسي. لازم أن نرد بالنا كثير للمنتخب الفرنسي، كثير من المتربطات الهجومية عبر الأطراف تضعنا في مواقف كانت صعبة في الجولة الأولى من هذه المباراة، بخصوص الاعتماد على الجهة اليسرى. منتخب فرنسا يعتمد كثيرا على الجهة التي يتواجد بها مجني. كرة من جديد للمنتخب الفرنسي. بيرمان يراوغ والتصدي من يانيس يتصدى، والكرة من جديد فرنسية، لكن التسديدة بعيدة عن مرمى يانيس بن الشوش. للإعادة لكرة المنتخب الفرنسي، تركيز على الجهة اليمنى للفريق الوطني في غياب علي معمر ودخول مجني يتوفر على إمكانيات ممتازة جدا. مجني في مركز غير معتاد عليه، يلعب ويحاول ويجابه ضغط كبير من المنتخب الفرنسي في هذه المباراة، لكن لازم الكثير من الدعم من لاعبي خط الوسط، لاعبي الارتكاز، بالخصوص بيار لازم انه يمشي شويه للجهه اليسرى، يخفف شويه الضغط على مجني. واكيد انه محمد وهبي مقتنع بضروره التعامل مع هذا المعطى في الجوله الثانيه. كره لمنتخب فرنسا الثواني الاخيره من الجوله الاولى لهذه المباراه. اخر كرات المنتخب الفرنسي من نوان كامارا، نوان لبنما ينتظر لاعب متحرر من الرقابه، رجع شويه لكامارا. نوان لدي إيليا زيدان المدافع الاوسط. إيليا يلعبها من جديد للجهه اليسرى للفريق الوطني. خروج مجني، مشى بايار والمجني والتغطية من معمى ومن يتكفل بالمهمة معمى. الكرة تعود من جديد لمنتخب فرنسا الذي يبحث عن آخر فرص الجولة الأولى للوصول لمرمى الفريق الوطني. استنفاد